يعتبر اول غالبا فلوج يكون يعني بتكلم فيه تلقائي، مش بصور وبعد كده اتكلم. فحابة ان احنا نكون قريبين لبعض اكتر وبنتكلم اكتر ونبقى اصحاب يعني. بس المهم انا لسه صاحيه وعايزه احضر فطار وعايزه احضر غدا، وورايا تنظيمات وترتيبات ويعني قصة كبيرة سعادتك يعني. بس المهم يلا بينا نحضر الفطار مع بعض وبعد كده نشوف احنا ورانا ايه نعمله في يومنا. بصوا انا مش عارفة هعمل فطار ايه، بس انا طلعت الذرة وهعمل بيض، ممكن اعمل شوية صغيرين بطاطس جنبهم، مش عارفة. جمال ما شافش طريقه النوتيلا، انا خلصتها اصلا، شايفين انا خلصتها من كتر ما هي تحفه. مش لوحدي طبعا، اكيد البيت كله، بس هي تحفه يا جماعه، طعمها خطير وسكرها قليل، فتحس انتوا مش بتاكلوا حاجه مسكره تجزع اللي هو معلقه ومش قادرين، لا لا لا. فاللي ما شافش انا نزلتها على الانستجرام ونزلتها كمان هنا على اليوتيوب في ستوري، فروحوا شوفوها. شايفين الطبق ده؟ ده كنت جايباه تبع مجموعة علب تلاجة، وممكن تحطوا العلبة دي فيها، وممكن ان انتوا يعني فاهمين تستخدموها كصفاية او حاجة تغسلوا فيها. فانا النهاردة هستخدمها كصفاية بس. حلوة قوي يا جماعة، العلب دي خطيرة، كلمة خطيرة يعني قليلة عليها، هبقى بظلمها، بس هي بجد حلوة جدا جدا جدا. اولا لو انتوا حطيتوا فيها مثلا الكابوتشا دي من اكتر الحاجات عندي اللي بتبوظ بسرعه. المهم كنت بقول لكم ايه، الكابوتشا انا بنضفها بغسلها وبصفيها كويس. هوريكم دلوقتي لان انا جايبه كابوتشا، هوريكم بقى هنعمل ايه بعد ما نغسلها عشان نحتفظ بيها ونحطها في التلاجة. المهم يا جماعة هكمل معاكم فويس اوفر عشان يعني اي مامي عارفة فجأة كده بتلاقوه في باك جراوند جميل كده. بس المهم يا جماعة انتوا اخباركم ايه، عاملين ايه؟ انا الحقيقة الفترة دي بمر بحاجة، مش عارفة انا لوحدي ولا يعني انتوا كلكم كده، ولا احنا كأمهات كلنا بنمر بنفس الشعور ده، ان انا مهما اعمل يعني حرفيا انا اليوم كله ممكن اكون واقفه في المطبخ، ممكن اطلع اخر اليوم خالص اللي هو شويه وبس هنام، انما انتي بجد من اول ما بتصحي لحد ما تنامي ممكن ما بتقعديش. فبحس ان بعد ده كله، بعد المجهود ده، ان انا اللي هو لا، انا حاسه ان انا برضو مقصره. عارفين الاحساس ده اللي هو لا انا ما لعبتش مع ابني النهارده اكتر مثلا، انا حاسه ان هو كان عايز يعمل حاجه وانا كنت وقتها مش فاضيه في المطبخ، مع ان انتي تبقي واقفه بتعملي الاكل دي حاجه اكيد ضروري يعني. مقصره في حق نفسي. عارفين احساس التقصير يعني، وفي احساس في التقصير بالعموم يعني. فمعرفش يعني بحس الاحساس ده، بعد كده برجع اقول لا ده الشيطان اللي بيقول لي كده عشان يحسسني بالزعل او ان انا ابقى متضايقه او كده. بقول لا لا لا، يعني اكيد احنا حياتنا قبل الجواز غير بعد الجواز غير بعد الخلفه. المسؤوليه بجد يعني موضوع مش بس وقت في المطبخ وكده، لا، موضوع ان في مسؤوليه وراكي، لو انتي ما قمتيش وعملتي الحاجه دي محدش غيرك هيعملها. فدي المفاجأة اللي انا خدتها بعد الجواز، اللي هو لا، ما هو انتي لو سبتي السرير مش مترتب بعد ما تقومي من النوم في يوم من الايام، مش هترجعي من الكلية تلاقي ماما مرتبهولك يعني. فلا، انتي هتقومي وتعملي الحاجة بنفسك، وما عندكش اي حل تاني. فربنا يعيننا. هم اكتبوا لي في الكومنت انتوا بتحسوا برضه يعني بنفس الاحساس كده، حسسوني يا جماعه ان انا مش لوحدي يعني. بس يا جماعه حضرت الفطار، بعد كده هحضر القهوه. قولوا لي انتوا كمان بتحبوا فقره الفطار زيي ولا لا؟ وحاليا هعمل الايس كوفي. بصوا، اي حد عنده جهاز القهوه اللي هو الفلتر
او اللي هي الكوفي بريس. فاحسن نوع بجد بجد يعني، ده مش اعلان ممول، هم اصلا ما يعرفوش ان انا عايشه. اوكي. المهم بريكفاست، القهوه بتاعت موجيانا، اي ثينك انا بنطقها صح يعني، موجيانا تحفه تحفه. هو في نوعين بس النوع ده خطير يعني على ضمانتي. اوكي. بس انا عندي اللي هي الجهاز بتاع قهوه الفلتر، تمام، اللي هي بتعمل الامريكان كوفي. حطيت هنا سيرب كراميل تحت. امتع لحظات حياتي وانا بجد بعمل الايس كوفي. حركه رهيبه. هتنقل معاكم الطعم، هتحطوا شويه صغيرين رشه، خصوصا لو انتوا حاطين صوص كراميل او سيرب كراميل، بس كفايه. ماشي. وهجيب شوت القهوه، وبعدين انزل بيه شوت القهوه. جماعه رهيبه. هنا كاتشب ومايونيز. انا عارفه ان دي مش حاجه صحيه، بس يعني عشان مش حاطه عيش فبحاول ان انا اشجع نفسي، فاهمين؟ بس هاخد الايس كوفي والفطار واروح اخد بس شوكه. هو بيشوف الدنيا ازاي اصلا؟ انا بشبه الاكتئاب بحادثه روحيه. انا مكتئب قاعد متصور ان مصدر وجودي كان شايفني بصوره، فمين اللي هيشوفني كويس؟ علاقه واحده كفيله انها تغير حياتي. مفيش حاجه اسمها ان علاقه. هلو. هعمل الغدا دلوقتي. انا بسلق المكرونه. هحتاج بصل متقطع وفلفل برضو متقطع وطماطم عليها معلقه صلصه واضربها في الخلاط، بس غالبا دي مثلا نص كيلو، تمام. وهستخدم 300 جرام من المكرونه عشان لو عايزين يعني مقادير بالظبط. ودي بصلايه صغيره وفلفلايه صغيره. والبصلايه بالمناسبه انا هحط عليها فصين توم مفرومين، عشان برضو ايه بيدوا تست حلوه قوي وقت التسويه. هستنى المكرونه تتعمل وهنعمل مع بعض بقى الصلصه. عايزه اقول لكم الطريقه دي خطيره، هي طبعا طريقه والدتي، بس حرفيا لو عملتوها نو واي ان انتوا تجربوا طريقه تانية. عايزه اقول لكم ان المكرونه اللي هي المبكبكه دي ليها طرق كتير جدا، بس دي احلى واسلم طريقه. المهم ان المكرونه ما تتسلقش كتير قوي. اوكي. ونرجع تاني للفويس اوفر. يلا يا جماعه نعمل بقى احلى بجد خلطه للصوص بتاع صوص ايه، استغفر الله العظيم، للصلصه بتاعه المكرونه. اوكي يا جماعه، انا عايزه اسالكم سؤال. بما ان في ميكس النهارده كده ما بين ان انا بتكلم معاكم دايركت او ان انا بعمل لكم فويس اوفر، قولوا لي مين الاحسن، يعني مين كده اللي بتتبسطوا وبتستمتعوا بالفيديو بيه اكتر. بس المهم حطيت البصل والثوم في مكعبين زبده كده على النار، وبعد كده نزلت بالفلفل، وانس ان هو ياخد لون ذهبي كده خفيف بنزل عليه بعصير الطماطم، وانس ان هو يبتدي يبقبق نروح موطين عليه لحد ما يخلص كل المياه اللي فيه، ونبتدي نحط التوابل. وبعد كده بنزل بالمكرونه اللي انا سلقتها وبحطها ممكن مثلا دقيقه على النار كده شويه صغيرين خالص، وبطفي عليها، وبعد كده بحطها في الاطباق. والف هنا عليكم، جربوا الطريقه وقولوا لي في الكومنتات ان انتوا جربتوها وعجبتكم ولا لا. وبس كده خلصنا. بصوا الطعم والريحه يام 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 يعني. حطيت عليها كابوتشا، بحب احطها فوقيها مش جنبيها، انا بحب الميكس ده. وحطيت عليها صدور مشويه، وبس كده. والف هنا عليكم، ويا رب يكون اليوم النهارده عجبكم والوصفات عجبتكم. متنسوش ان انتوا تدعموني باللايك والكومنت والشير، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصل لكم على طول. واشوفكم على خير. سلام.